الرسول صلى الله عليه وسلم له معجزات، والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة، والمعجزة والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، لكن المعجزة تكون على يد نبي، أما الكرامة فتكون على يد ولي من الأولياء، هي الخارق للعادة، وليس للإنسان فيها عمل، إنما هي من خلق الله جل وعلا، ما يخرق العادات إلا الله جل وعلا. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله. فرحون على الرسول أنه يجيب آيات من عنده تدل على رسالته كما يقولون. الآيات عند الله، الرسول ما يأتي بآية إلا من الله جل وعلا، إنما الآيات عند الله، فهو الذي يخلق المعجزات سبحانه وتعالى ويجريها على أيدي رسله لتصديقهم، فهذا هو. ومن ذلك الميت لو تكلمه ما يسمعك ولا يوجد تقول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم قتلى بدر من قريش الذين آذوه وآذوا المسلمين في مكة وتكبروا على الإيمان وعصوا، تجبروا على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه وآذوهم، أمكن الله منهم في بدر قتلت صناديدهم وأكابرهم، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وعدد كبير من أكابر قريش قتلوا في بدر. ثم أمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا في قليب من آبار بدر، وقف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة، يا شيبة، يا أبي، يا فلان، يا فلان، يا أمية، يا أمية، خاطبهم واحدا واحدا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا وهم لا يسمعون؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون. يا فلان، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. قال له عمر: يا رسول الله، كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا ينطقون أو لا يتكلمون. هذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.